5 حاجات مريضك محتاجهم لكنه عمره ما هيطلبهم منك، ولو ما لقاهمش هو هيسيبك ويمشي من غير حتى ما يفكر، عشان انت والمريض شركة. كلمة شركة دي هتلخص لنا كل حاجة. 5 كلمات: الشين شكلك، الراء ريحتك، الكاف كلامك، الالف احتكاكك مع المريض، والهمزة ادواتك. هنقولهم بسرعه كل كلمه لوحدها لان الحاجات دي هتفرق قوي. اول واحده شكلك. مريضك بيكون قريب منك جدا، فبيكون شايفك من زاويه فعلا مخيفه، فمهم تكون مظبط شعرك ودقنك، وشك نظيف مش عرقان او مزيت، ضوافرك مقصوصه، اسنانك نظيفه وبيضه يا دكتور. اما البلطو فيكون ما فيهوش نقطه دم او حشو او اي شيء من الماتيريال اللي بنستخدمها او اي شيء مش طبيعي. تاني حاجه ريحتك. الموضوع ده محرج شويه وخطير جدا. انت متخيل المريض قد ايه قريب منك؟ ولو ريحتك مش احسن حاجه هيكون متاذي منها جدا. مهم قبل ما تنزل العياده تاخد شاور محترم وتهتم بنظافتك الشخصيه، تستخدم مزيلات عرق كويسه وبرفيومز كويسه، ويا ريت كمان ترش برفيوم ما بين كل حلقه والتانيه. واوعى تنسى تعطير الغرفه نفسها والفايبس بتاعت العياده كلها، هتفرق جدا في راحه المريض النفسيه. ثالث حاجه كلامك. المريض ما بيفهمش انجليزي طبي، يعني ما بيفهمش مصطلحات علميه طبيه، فحاول تقرب الموضوع منه على قد ما تقدر وتكلم كل واحد على قد دماغه على قد عقليته علشان يفهمك وتكسب ثقته. حاول ما تحرجش المريض في حاجه، يعني ما تقولوش مثلا انت عمرك ما غسلت اسنانك، انت كده احرجته. ممكن تقول له محتاجين ننتظم في غسيل الاسنان اكتر من كده شويه. ما تغلطش في شغل الدكتور اللي قبلك علشان بعيدا عن اخلاقيات المهنه اللي تمنعك اصلا انك تعمل كده، هو غالبا كان بيفضله وشايفه اشطر حد وجاي يجربك انت، فلو غلطت فيه او في شغله ده هيقل منك وغالبا هيرجع له ويحكي له، وشكلك هيبقى وحش قدام كل الناس، قدام المريض وقدام زميلك وربما يكون استاذك. رابع حاجة احتكاكك. قربك الشديد من المريض انت اللي اتعودت عليه، لكنها وضعية مريبة، فما تزودش الريبة بانك تدخله فجأة على اليونت او يعني كرسي الاسنان وتنزله فجأة في سباين بوزيشن، او تنيمه يعني مرة واحدة على الشازلونج وتبدأ تحط ايدك في فمه على طول بدون كلام كده. الحاجات دي كلها هتوتره جدا وهتخليه يقلق ويتوتر منك قوي. قعده على المكتب الاول افهم منه، وبعدين على الكرسي ابرايت بوزيشن، وبعد كده نقول له هننزل بالكرسي شوية عشان نشوف افضل، وهكذا لحد ما يتعود عليك ويطمن لك جدا. وحاول تاخد منه فيدباك كل شويه، زي مثلا انت دلوقتي تمام، كله كويس، حاسين باي الم، خلاص قربنا نخلص، وهكذا لحد ما المريض يطمن جدا ليك ويحبك ويحس ان هو في بيته. في غلطه كمان كتير جدا مننا بيقعوا فيها، وهي ان انت تعمل على المريض ريست، او تحط البراكت عليه، او تعمل عليه ريست في خلع مثلا، او تحط ايدك في اي مكان مش اكسسبل. الحاجات دي بتضايقه جدا ومش بيقدر يقول لك يا دكتور انت ساند في حته وجعاني او انت مضايقني. الحاجات دي هو مش هيقولها في الغالب، بس هيزعل منك انت وممكن ما يشوفكش تاني. خامس حاجه ادواتك. اخر واهم حاجه لازم ادواتك تكون نظيفه جدا وبتلمع، وبالذات لو كانت معدن ما يكونش فيها اي صدى، ويا ريت كله يكون في كيس تعقيم طبعا قبل ما يطلع ويتفتح قدامه، وتكون مرصوصه قدامك بنظام، ويا ريت لو يعاد تنظيمها تاني اثناء الشغل وبعد الشغل كل شويه، علشان لما البيشنت يخلص شغل ويقوم يلاقي كل حاجه نظيفه قدامه مرتبه ومرصوصه، فيحس ان الشغل اللي اتعمل في اسنانه كان بنفس النظام مش سلطه. لو حاجه من دول فيها مشكله غالبا هو مش هيكلمك فيها، هو هيمشي ويسيبك، وممكن يتكلم عنك كلام مش كويس مع اي شخص تاني، فتبقى دي سمعتك وانت مش داري. فركز في التفاصيل دي عشان انا بحبك وعايز مصلحتك. الكلام ده انا بقوله لكل الدكاتره عموما، وخصوصا للدكاتره اللي لسه فريش جرادويت واللي لسه يعني بيبداوا حياتهم في طب اسنان، والحاجات دي للاسف الشديد مش هيعرفوها ولا هيحسوا بيها غير لما يكتشفوها بنفسهم، لما يقعوا فيها والبيشنت يسمع بقى كومنت مش لطيف من بيشنت هنا او هنا: الدكتور ده ايديه تقيله، الدكتور ده حاطط الحاجات عليا، الدكتور ده انا خايف، ده مره واحده من غير كلام هو خلع اشتغل. فالحاجات ديت بدل ما تعاني انت منها وتقعد تكتسبها مع الوقت، انا جاي اقولها لك واوفر عليك الطريق واقول لك خلي بالك من ال5 حاجات دول علشان مهمين جدا. وما تنساش تقول لي في الكومنتس عن موقف من المواقف المحرجه اللي تعرضت ليه قدام مريضك قبل كده، واستنوني في فيديو جديد. كان معكم عبد السلام محمد، والى اللقاء.